يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ ايه رأيكم في الكريب ده؟ بصوا الكريب عامل ازاي، طري جدا جدا وخفيف وسهل جدا ومكوناته بسيطة جدا، دقيق ومية. هو مش دقيق خالص. خرجنا الكريب ده من كيلو الدقيق اللي انا عملت منه اللحمة دي. انا جايبه لكم كم مقطع كده في اول الفيديو عشان بس تفتكروه، واللي ما شافش الفيديو هسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت للي حابب يشوف الفيديو ده. اللحمة دي احنا عاملينها من كيلو دقيق. كيلو دقيق خرجنا منه اللحمة، وطلعنا عملت منه الكريب اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو، وهنشوف بقى عملناه ازاي دلوقتي. دي طريقة اللحمة البداية يعني عايزة اقول لكم احنا جبنا الكريب منين. هو عبارة عن كيلو دقيق، دوبت شوية، ممكن تدوبي شوية بهارات أو بصل بودرة، ده كان بصل بودرة أنا مغمقاه، أو شوية بهارات تغمقيهم تدوبيهم في معلقتين مية كده وتاخدي عشان بس ناخد لون مش أكتر. وعجينة عادية مية ودقيق، عجينة عادية ومية ودقيق. اللون بقى انت حرة تاخديه اللون من البهارات أو بصل بودر وتغمقيه زي ما انتوا حابين. بعجنها وبصفيها بسيبها ساعتين، وبعد ساعتين بغسل العجينة وباخد منها النشا بتاعها زي ما انتوا شفتوا كده. انا مسرعه الفيديو بس عشان ما ازهقكمش. اللي عايز يعرف بالتفصيل هسيب لكم الروابط في صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت. هنا ده النشا اللي خرجته من العجينه، حطيت عليه 5 معالق دقيق. دول 5 معالق دقيق، وهحط عليهم كمان 3 معالق زيت، وهنحط رشة ملح، معلقة سكر. هحط كمان كيس خميرة فورية ورشة صغيرة كربونات ومعلقة خل. يعني كلها حاجات بسيطة موجودة عندكم في المطبخ. 3 معالق زيت، معلقة خميرة فورية أو كيس اللي هو الصغير ده، ورشة كربونات وممكن تستغنى عنها. المقصود ان احنا عايزين العجينة دي تختمر. هي عجينة سايلة كده، شبه عجينة مثلا القطايف كده مثلا أو أخف كمان شوية. طبعا الأساس اللي كان في الطبق اللي هو النشا اللي نزل من الدقيق اللي احنا خدناه وعملنا منه قطعة اللحم. ده النشا اللي بيخرج من اللحمة. أنا أهو عملت بيه كريب، عمل لي كمية كريب حلوة جدا. دي اللي أنا بحطه ده معلقة سكر، رشة ملح، الخميرة، الزيت، معلقة خل، بس. وبنقلبهم واغطيهم واسيبهم يعني شوية صغيرين كده، حوالي يعني مثلا نص ساعة واقل كمان. ما سبتهمش وقت كبير. الكربونات بصوا مع الخل بيعمل فوران وبيساعد على ان العجينة تختمر معاكي بسرعة جدا. هقلبهم كده تقلبتين، ويعني احس ان كل دي خلاص داب وما بقاش له اي اثر. وهركنهم شوية العجينة احس ان هي بدأت تختمر، وهنشتغل فيه على طول. بيكون سهل جدا جدا وبيطلع كريب حلو قوي قوي، هيعجبكم خالص. يبقى كده استغلينا كيلو الدقيق، طلع لك كام قطعة لحمة حلوين، وبعد كده النشا اللي نزل عملنا بيه كريب. ينفع تحط فيه اي حشوة انتي حباها او ولادك حابينها، يعني تحشيه بأي طريقة. أنا في الآخر عملت، خدت 2 كريب وحشيتهم بحتة لحمة وبصل هتشوفوها دلوقتي. عشان بس أوريهولكوا، يعني ما كانش لازمني، احنا في اليوم ده كنا عاملين اللحمة اللي هي بالخضار الصيامي فتمام، فكنتش محتاجة، بس أنا حبيت أعمل 2 عشان خاطر تشوفوه. مفيش ولا واحدة لزقت مني خالص. جميل جدا وسهل وما بياخدش وقت خالص زي ما انتوا شايفين كده. بين كل كام واحدة كده كنت بغيب وامسح مسحة بمنديل فيه نقطة زيت وخلاص. يعني ما كنتش كل مرة بمسح بالزيت لان احنا العجينة حطينا فيها معلقتين زيت. شايفين منظره عامل ازاي؟ احلى كريب بجد، سهل جدا جدا. طبعا بعد ما بنحشيه بنسويه تاني. بعد ما بنحشي الكريب بتحمصيه كده تحميصة كده في الطاسة، وهتشوفوا دلوقتي انا عملت 2 شكلهم حلو جدا.
طبعا عملوا لي كمية كبيرة جدا، انا مكنتش متخيلة ان هيعملوا لي الكمية دي كلها. هنا دي بقى قطعنا قطعة لحمة وبصلاية صغيرة كده للتجربة بس مش اكتر، وفي طاسة اهي صغنطوطة خالص انتوا شايفينها، ويا دوب دبلنا البصلاية ونزلت عليها بقطعة لحمة متقطعة من اللي احنا كنا عاملينها. تقدروا تحشوها طبعا الحشوة اللي انتوا حابينها. دي اللحمة اهي حطيتها، كنت حاطة معاها حتة مرقة خضار، كان طعمها بصراحة جميل جدا جدا. يعني هي نفس اللحمة تقدري تستخدميها في كذا حاجة، ممكن تحطي كمان معاها فلفل الوان او اخضر، شوية بقدونس، بس كده. آه، ده كده بنحط الحشوة اهي للتجربة. بصوا بقى شوفوا الكريب عامل ازاي، طري جدا جدا وانت بتلفيه، سهل جدا في الحشو يعني. طبعا حسب الطاسة هتطلع معاكي حجم الكريباية، لو عايزاها كريباية كبيرة هتستخدمي طاسات كبيرة يعني زي ما انت حابة. والحجم ده حلو كده جميل جدا اهو. بصوا منظره كده، احنا بناخده بقى في الطاسة وتديله تحميصة كده وبتقدميه لولادك، هتبسطوا بيه جدا جدا. يعني هتبقي استغليتي كيلو الدقيق احسن استغلال، طلع لك لحمة وطلع لك كريب. والكريب بيطلع كمية، يعني كل اللي انا ضفته على النشا اللي نزل من العجينة 5 معالق دقيق بس، ما ضفتش حاجة تاني يعني. فحاجة مش مكلفة جدا وهتديكي وجبة جميلة جدا. دي تاني واحدة، احنا عملناهم 2 بس ايه عشان بس نصورهم ونورهم لكم بقى بالمرة في نفس اليوم زي ما انتوا شايفين كده. وهسيب لكم الروابط في صندوق الوصف. انا عارفة ان اللحمة عجبتكم والتعليقات جاتني كتير عليها، وجربوه. كل الحاجات دي بجد حاجات حلوة واقتصادية، يعني مش اساسي برضو تتعمل في الصيامات، ممكن في اي يوم تتعمل حلوة جدا، وفي نفس الوقت مغذية عشان تكونوا عارفين وفاهمين يعني. هي مغذية جدا. هنا أنا اديتهم تحميصة اهو، الحبيتين وحدتين الكريب اللي انا حشيتهم تحميصة خفيفة اهو زي ما انتوا شايفين. وبصوا كمية الكريب اللي انا عملتها، طبعا انا حطاهم على بعض عملوا كمية كبيرة، ما كنتش متخيلة ان هيعملوا الكمية دي. وعلى فكرة تقدروا تطلعوا من الدقيق من قطعة العجينة كمية نشا اكتر من كده كمان. انا خدت بتاع النشا بتاع اول غسلة وبس، ان ممكن تغسلوا في اللحمة اكتر من مرة وهتلاقوا منها نشا كتير جدا جدا. وبس كده خلص الفيديو بتاعنا. جربوا الوصفات دي، بصوا شكل الكريب هيعجبكم وهيعجب ولادكم، جربوه ان شاء الله تتبسطوا بيه. وباي باي.